كانوا في الصفوف الأولى. بعضهم كشفية الآخرون يحملون أكاليل الزهور، بعضهم المتظاهرين العاديين من الشعب اللي كان يمثل مدينة الصيف، كانوا متجهين نحو يعني في شارع كبير في الصيف نحو قبر الجندي المجهول. في الطريق يعني في الشارع هذاك عندما وصلوا إلى مقهى معروف في الصيف آنذاك كان يسمى بمقهى فرنسا، اعترضتهم الشرطة الفرنسية ومحافظ الشرطة الاسم تاعهم أوليفيه. محافظ الشرطة لم يتقبل الشعارات اللي رفعوها الجزائر. ندوة تاريخية تتعلق بمجازر 8 ماي 1745. هذه المجازر التي ينبغي لنا أن نتذكرها وأن نستحضرها، مثل ما يقول البشير الإبراهيمي، يقول بأن هذه المجازر هي دين لابد أن نتذكرها دائما من كل سنة. مدينة هيليوبوليس وين قامت فرنسا لم تكتفي فقط بقتل الجزائريين الشهداء، بل قامت حتى بإحراق الجثث تاعهم بأفران الجير بمدينة هيليوبوليس بقلب. لا ننسى ما قام به الاستعمار الفرنسي، ونتذكر دائما تضحيات أولئك الرجال الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل أن نحيا نحن بأمان بحرية بوطن حر، وأن نتنفس هذه الحرية تحت الراية الوطنية. والجزائريون لا ينسون أبدا أنه في يوم من الأيام هذا المستعمر هذا المستدمر حاول بقدر الإمكان أن يدمر الهوية ويطمسها، ولكن كان هذا الشعب له مرصاد. نحن كجيل بعد 80 سنة من هذه الأحداث ما زلنا ما نسيناش وما ننساوش، ولن نسامح فرنسا أبدا بالتدليس بالطمس كل هذا الجرائم، إلا أننا لن ننسى أبدا أن فرنسا هي العدو الأول ويبقى هو العدو إلى غاية وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بما أنني ابن مجاهد نسمن هذه المبادرة الطيبة التي قام بها المعهد والمتمثلة في الذكرى 8 ماي 45، وهي المظاهرة التي غيرت تاريخ الجزائر. أنني ابن مجاهد نكون إن شاء الله خير خلف لخير سلف. كل من حضر معنا هذا الاحتفال المخلد لمجازر 8 ماي 1945، هذه المجازر التي راح ضحيتها ثلة من خيرة أبناء الشعب الجزائري مضحين بالنفس والنفس من أجل استقلال هذا البلد. هذا الحفل نظم على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني حواري بمدينة قصر الشلالة، الذي كانت فيه عدة نشاطات ثقافية مختلفة قام بها من تنشيط متربصي المعهد. الحفل تمحور حول نشاطات ثقافية عدة، نذكر منها مسرحية حول الحدث، شريط وثائقي حول الحدث، وكذلك محاضرة حول مجازر 8 ماي من تقديم أحد محاضري مدينة قصر الشلالة، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية ما بين المتربصين. هذه من بين النشاطات ليختتم الحفل بتكريم المتربصين الفائزين في جل المسابقات، وكذلك المتربصين الفائزين في أولمبياد المهن 2025. كان عدد المعتقلين الذين تم نقلهم إلى معسكرات الاعتقال بعد 8 ماي الاقتراح الأول أكثر من 10,000 معتقل، الاقتراح الثاني أكثر من 50,000 معتقل، الاقتراح الثالث أكثر من 100,000 معتقل. 10 ثواني للإجابة. الجنود الفرنسيون يقتحمون البيوت حتى يرحل المستعمر عن هدأ المكان، لكن الصمت كان أشد وقعا من الضجيج. قالوا ابنك استشهد، لم يقتل بل استشهد في البحر في انتظار الغائبين. كانت تعلم أن الثمن. فزت بالشهادة، فزت بالخلود، لم يكن فراقا بل انتقال إلى المجد
ثم زغرودة عن ابنها. وفي النهاية لا تموت الحقيقة ولا يرحل المشي. الشهداء لا يدفنون في التراب، بل تسطر أسماءهم في قلوب الأحرار. تلك الأرواح التي صعدت ستبقى تضللنا كما ذاقت بنا الأيام، وتحبس فينا كل ما نسينا. لا حرية بلا دماء، ولا وطن بلا تضحيات.